يسعد أوقاتكم أصدقائي، يعطيكم ألف عافية. رح نعمل مع بعض اليوم دجاج بالكاري، طبق جدا رائع ولذيذ وهو من الأطباق الآسيوية. طريقة العمل فيه طريقة سهلة، رح نشوفها مع بعض هلا. أصدقائي، لو أول مرة بتشوفوني، أنا معاكم امرأة طاشمان من قناة وصفات شهية. بتمنى إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير للفيديو وتعلقوا ولو بكلمة حتى يوصل الفيديو لأكبر عدد من المتابعين. خليكم مع أصدقائي، خلينا نشوف المكونات وطريقة عمل هذه الوصفة الرائعة. في البداية أنا عندي هون 2 كيلو من صدور الدجاج المخلية من العظم. طبعا فيكم إذا حبيتوا تستخدموا نصف الكمية. بعد ما غسلتهم كتير منيح، تركتهم يتصفوا كتير منيح من المي، بدي أقطعهم لمكعبات تكون متوسطة الحجم. طبعا بدنا اياها بهذا الحجم. هلا رح اتبلها بملعقتين كبار من الزيت النباتي، ملعقتين كبار من بهارات الكاري، ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ملعقة صغيرة من البابريكا، ملعقة صغيرة من الملح، نصف ملعقة من الفلفل. هلا رح افركهم مع بعضهم كتير منيح، ورح اتركهم على جنب لحتى انه الدجاج يتشرب كل النكهات اللي موجودة عنا هون. طبعا يفضل بالجو الحامي انه نحطها بالثلاجة. الخضار اللي أنا استخدمته هون، استخدمت عندي حبة متوسطة من البصل. طبعا أنا البصل الأبيض اللي كان متوفر عندي بدي أقطعه لمكعبات تكون صغيرة الحجم. يفضل هون إنه ما نبرشها لحتى إنه تكون قطع البصل شوي صغيرة إنها تكون باينة. عندي هون الفليفلة، طبعا لازم إنه ننظفها من البذر اللي بيكون جواتها. طبعا الفلفلة اختيارية، إذا ما حبيتوا تستخدموا فلفلة حارة فيكم تستخدموا الفلفلة الحلوة. هلا رح أقطعها كمان لمكعبات صغيرة ورح نبتدي مع بعض الوصفة. هلا أنا عندي هنا بطنجرة على نار عالية، رح أنزل ملعقتين من الزيت النباتي، ورح أنزل عندي صدور الدجاج. طبعا صدور الدجاج أنا تركتها مدة ساعتين في الثلاجة. هلا رح اقلب عندي صدور الدجاج لحتى انه يتغير لونها، بس طبعا بدي النار تكون عالية لحتى انها ما تنزل المي اللي موجودة فيها. بدنا اياها بنفس الوقت يعني تستوي وتضلها طرية من جوا. هلا هيك بعد ما جهزت عندي صدور الدجاج، طبعا رح اشيلهم انا من الطنجرة ورح اكمل طبخ بنفس الطنجرة لحتى انه كمان الصلصة عندي تاخذ من نكهة الزيت اللي طبخنا فيه صدور الدجاج. انا اضفت عندي هنا كمان ملعقتين من الزيت، ورح انزل عندي البصل. راح اشوح البصل لحتى انه يتغير لونه ويتذبل عندي، ما بدي اياه انه يتحمر او يصير لونه على بني. هلا بعد ما ذبل البصل نزلت عندي هون ملعقة كبيرة من الثوم المهروس وملعقة صغيرة من الزنجبيل. أنا الزنجبيل استخدمته هون الزنجبيل الفريش، فيكم إذا ما توفر عندكم إنه تستخدموا الزنجبيل الباودر. بعد ما طلعت عندي هون ريحة الثوم، بعد هيك بنزل عندي هون تقريبا من ملعقتين لثلاث ملاعق من ربع البندورة. بحركهم لمدة دقيقة مع البصل لحتى انهم يتسبكوا شوي. وبعد هيك راح انزل انا عندي هون بعصير 4 حبات من البندورة. بنزل عندي عصير البندورة، برجع بحركهم مع بعضهم لحتى انها تتسبك الشوربة عندي. راح احركهم بشكل جيد. وهلا راح انزل انا عندي هون كوب من المي، مي بدرجة حرارة الغرفة. بحركهم كتير منيح. انا طبعا هون ذوقت الصلصة وكان بدها كمية قليلة من الملح، فاضفت عندي ملعقة صغيرة من الملح. هلا راح اترك الصلصة لحتى انها تغلي عندي او تبتدي تغلي. بعد هيك راح انزل انا عندي هون بكمية صدور الدجاج اللي شلناها. انا عندي هون الدجاج مستوي 3/4 سوا من لما قلبناه مع الزيت اول مرة. يعني هلا انا هون راح اتركهم يغلوا على نار خفيفة لمدة 5 دقائق فقط لحتى انها تتسبك معاي الصلصة. طبعا الصلصة عنا هون بيكون قوامها متوسط.
وهلا هيك ما شاء الله يعني الطنجرة عنا هون غليت. الصلصة بتصير عندك قوامها ثقيل مثل ما شايفين. وهلا رح ننزل عنا كريمة الطبخ. رح انزل مقدار كوب من كريمة الطبخ. ما توفرت كريمة الطبخ فيكم تعملوا ملعقة من الزبدة مع ملعقة من الطحين، تقلبوهم على نار خفيفة، وبعد هيك تنزلوا عليهم كوب من الحليب مع التحريك المستمر. وأول ما يثقل معكم الخليط بتنزلوه على الطنجرة. وهلأ بدنا نحركهم مع بعض بشكل جيد لحتى تختلط الكريمة مع الصلصة. بعد هيك رح نغطي على الطنجرة نتركها مدة من دقيقتين لثلاث دقائق على نار هادية لحتى إنها تتسبك الكريمة مع الصلصة. شوفوا ما شاء الله قوامها كيف إنه صار قوام جدا رائع. بيكون القوام متوسط، ما بيكون كثير كثيف أو بيكون عندك خفيف. وهلا هيك صارت جاهزة عنا للسكب. شوفوا معي ما شاء الله يعني قوامها جدا جدا رائع. وما بتتخيلوا قديش الريحة كانت كتير كتير حلوة. وطبعا طعمتها كانت أطيب وأطيب. أنا هنا قدمتها مع الرز الأبيض المفلفل، طبعا كل حبة بحبتها، وكانت طعمتها جدا رائعة. وبهيك أصدقائي بكون كملت معاكم الفيديو. إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا بهذا الفيديو. لا تنسونا أصدقائي من اللايك والشير، تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد. بترككم بأمان الله.